السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستنيين بس نتجمع كده الأول وبعد كده نبدأ بقى الدردشة والخناقات اللي شايفينها من الصبح على الفيسبوك. آه، اللي يدخل كده وسامع الصوت يكتب كومنت، اعملوا منشن لاصحابكم، اعملوا شير، خلونا هندردش يعني ان شاء الله في كلام زي الفل. في انتظاركم يا جميلات، بس اهم حاجه قولوا لي في صوت سامعيني يعني. و انا مش شايفه اي كومنت خالص. انا ما صدقت اهرب من الولاد شويه عشان اعرف انزل ندردش سوا. شايفه الخناقه دايره على الفيسبوك من الصبح على معرفش حماتي وحمايه، واخدم مين وما اخدمش مين والراجل يرد والست ترد وخناقه ما يعلم بها الا ربنا، وناس تشتم وناس تعمل وناس تحاسبن. وفي ايه بقى؟ ربنا يبارك لك يا هند حبيبتي، ربنا يعزك يا شيخه. ده انا لفيت الطرحه كده اهو وقلت اما اجري اهرب منهم شويه. نزلت في الجنينه شويه، قلت نرغي شويه كده مع بعض. ايه بقى الدنيا؟ انا صحيت الصبح قريت بوست لشيخ بيحكي عن واحدة بتسأله هو أنا معرفش المفروض أخدم حماتي لو تعب حاجة زي كده يعني. فهو رد عليها وقال لها لا ما لكيش انك انت تخدمي يعني. بصي حسيت ان البوست كده كدنسه كده يعني انا ما حبيتش بصراحه رد الشيخ، رغم ان في ناس قالوا لك واو جميل، بس يعني الشيخ بيقول لها ايه مفيش مشكله ما تخدمهاش، وهو يجيب ممرضه تخدمها ويتجوزها على سنه الله ورسوله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعالوا نتكلم كده مع بعض يعني واحده واحده. هو اصلا لما واحده نوت خلاص تتجوز في بيت عيله، انت داخله البيت ده وانت هتمسكي ورقه وقلم وهكلم مين ومش هكلم مين وهحاسب مين ومش هحاسب مين وهخلي بالي يعني انت داخله البيت وانت متحفزه للناس اللي انت هتقعدي معاهم. اعرفي انك انت داخله في معركه وانت خسرانه. ماشي؟ انت داخله البيت وانا قررت ان انا اتقي ربنا في الناس اللي معايا وهم هيتقوا ربنا فيا، وهنتعامل مع بعض بالاحسان، مش هنتعامل مع بعض بالورقه والقلم. فاعرفي انك انت هتكسبي. طيب انا بقى بستغرب ان في بنات من وهم لسه على البر. احنا دايما بنقول يا جماعه 1%، يعني خلينا نقول 10%. ماشي؟ بيوت العيله ممتازه وجميله، وانا اللهم بارك اللهم بارك عشت 10 سنين في بيت عيله، اللهم بارك كلهم زي الفل. يعني انا بتمنى انه يبقى كل البيوت العيله زي ما انا قعدت بصراحه. ماشي؟ بس مش معنى كده ان انا اقول اتجوزي في بيت عيله. تمام؟ بس انا ظروفي مثلا، يعني واحده مثلا ظروفها لا هتتجوز في بيت عيله، هتتجوز وهتختلط بحماتها وحماها واخت جوزها وسلفتها بشكل يومي، مش قاعدين في بيت واحد، ولكن هيتنزل يوميا تختلط معاهم، وهي رضيت بوجودها في بيت العيله. تمام كده؟ فمعنى كده ان انا ما ينفعش ان انا ابقى داخله متحفزه لاي كلمه، اي ردة فعل، اي همسه، اي نظره. ما ينفعش. لازم نتعامل بالحسنى واقدم كل الواجبات بدون ما اهين نفسي، وبدون ما يعني ايه اقلل مني. ماشي؟ لان في بنات مثلا بيعملوا غلط كبير جدا في بيت العيله، ان هي مثلا بتدخل
تطحن نفسها شغل، تطحن نفسها يعني بتقبل مثلا لو حد انتقدها وقال اي كلمه ملهاش لازمه، قصاد ان انا عايزه اكسب حماتي وعايزه اكسب حمايه وعايزه اكسب سلفتي، وفي الاخر بيتحط عليها. ماشي؟ لا، احنا مش عايزين كده. بس انا ابقى داخله بيت العيله وانا يعني نويت ان انا اتقي الله في الناس اللي انا داخله اتعامل معاهم دول. طب انا قدمت السبت وقدمت الحد وقدمت واتعاملت بما يرضي الله. المشكله بقى ان في بيوت العيله في اقسام، يعني في قسم كده ممكن تلاقي ان الحما متسلطه، والحما لازم كلمتها تمشي. طيب لما تيجي واحده بتسالني انا حماتي متسلطه وانا حماتي وانا حماتي وانا حماتي، ماشي، بسالها سؤال واحد بس: انتي جوزك ايه؟ يعني جوزك ماشي ورا مامته وسلفتك واخت جوزك والكلمه اللي يقولوها يديك على دماغك بيها، ولا بيجي يعني لا بيجي عليكي ولا بيجي عليهم وبيراضيكي وبيصالحك يعني فاهمه الاحساس اللي هو امي ومش هقدر ازعلها وفي نفس الوقت انت على دماغي من فوق وبيراضيها وبيطبطب عليها وبيحاول يجيب لها حقها. تمام؟ في فرق بقى. لو انا جوزي من النوع اللي ماشي ورا كلامهم وينزل تحت يسخنوه ويطلع يهزقني فوق، يبقى انا اشيله بره الليله دي خالص وما دخلوش في اي مشاكل ما بيننا نهائي. ماشي؟ واتعامل مني ليهم بقى، وربنا يقدرنا على فعل الخير. ادام انا قدمت معاكوا السبت والحد وقدمت واتعاملت بما يرضي الله وبالاحسان وبالفضل، وانتوا قررتوا انك انتوا برضو تفضلوا ناس مش كويسه ومش حابين وجودي في حياتكم وعايزين تخربوا عليا، فانا وانتوا وعلى الله، بس بالذكاء بقى. يعني التعامل بقى مع الناس بيبقى بالذكاء وبالحكمه. ماشي؟ مش هبقى غلاطه ما ردش يعني لا، بالكيد بقى كده، بكيد النساء، بس بالراحه على الهداوه. طيب انا جوزي لا كويس وبيعرف يجيب لي حقي، او ان هو بيقول لي يا ستي خلاص معلش اتصرفي معاهم وحقك عليا وانت معرفش ايه وايه وايه، ساعتها بقى نصدر ايه؟ نصدره هو للمشهد. يعني مثلا حصل موقف فهم بيعاتبوكي، تمام، وانت عايزه تطلعي من الموقف ده بكل شياكه، قول لهم والله العظيم ده انا كان نفسي ما اعرفش ايه، بس هو اللي مش موافق، ده هو اللي مش راضي، ده هو اللي ما اعرفش ايه. صدريه هو. ليه؟ علشان انت تفضلي انت كويسه وماشيه معاه، مش عشان هو يطلع وحش، بس هو يعرف يسلك مع اهله. تمام؟ طيب نتكلم في نقطه تانية، وهي نقطه السلايف. في غلطه برضو بنقع فيها اول ما بندخل بيت العيله. تاخدي بقى سلفتك على حجرك كده وتفضلي تحكي لها وتسوي لها وهي تحكي لك وتسوي لك وتدخل في تفاصيلك وتدخلي في تفاصيلها، وبيت عندك وبت عندها ويا اهل جوزي وكل الكلام ده غلط. ماشي؟ انا سلفتي على عيني وعلى راسي، حبيبتي، كل حاجه، بنقضي اليوم سوا، بس ما دخلهاش في تفاصيل حياتي. في سلايف، يعني لسه واحده النهارده بتقول لي ايه، يعني انا يعني ما بقتش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. بتقول لي جوزي يعني تبع اهله شويه قوي يعني، يعني سلفتي ممكن تعمل معايا اي موقف ولو متكده مني تستنى اول ما جوزي يدخل وتروح، ما اعرفش بتعيط ازاي. بتقول لي ببص الاقيها راحت مش شحتفه ومعيطه وتقول له شفت يا فلان، ما اعرفش انا بكلمها بالراحه راحت مراتك عامله ومسويه فيا، وانا ادي بقى يعني نعمل لها تمثال. والله العظيم دي بقى ما ينفعش يتعامل معاها بالحسنى ولا نتعامل معاها بقله الادب. دي بقى ايه يعني؟ نوقعها في شر اعمالها كده بالراحه. بس المشكله ان انت بتبقي لو انت مفروض عليكي تنزلي تحت وتفضلي قاعده معاهم تحت، فلازم تتعلمي الذكاء في التعامل مع الاشخاص اللي زي دي. طب لو انا مديني مساحه الحريه ان انا اقعد او ما اقعدش، لا ما تقعديش تحت وتعزلي واقعدي لوحدك، ومفيش مشكله ان انا يعني لو حماتي كويسه خلاص يبقى انا اروح واقعد مع حماتي وسلفتي تيجي اقعد زيها زي الكرسي، لا بخير ولا بشر، ولا رد عليها لا بخير ولا بشر. تمام؟ وصلت انك انت بتشتكيكي ويجيب لك الاذى وبتخليه يضربك، فاحنا ساعتها بقى ايه؟ بندخل حد من الاهل. ماشي؟ لكن هي سلفتي كويسه معايا، محترمه مؤدبه،
بتتمنى لي الخير، ما بتنقلش كلام، يعني خلاص اهلا وسهلا وعلى عيننا وعلى راسنا، بس في نفس الوقت ما دخلهاش في تفاصيل جوزي. جوزي يا ريته يخرج بره حواراتنا، وجوزي عمل لي وجوزي سوالي وانا بحبه ومشكلته كذا وعيبه كذا. ليه؟ لان في ستات برضو بتفضل تقارن. يعني طول ما هي قاعده بتسمعك، هي ممكن ما تحكيش حاجه عن جوزها، بس طول ما هي قاعده هي عماله تقارن ما بين جوزك وجوزها وجوزك وجوزها وجوزك وجوزها، وهو بتروح متخانقه مع جوزها. او الشيطان يدخل وتلاقيها يعني قلبها مال ناحيه جوزك، واحنا مش ساعتها مش هنقدر نلوم هي يعني ايا كان بقى. طبعا انا بتكلم معاكم وابني جاي بينادي عليا فمش عارفه بقى هقدر اكمل معاكم اللايف ولا هنعمل ايه ان شاء الله. حبيبي خليك بقى يوسف عشان بسجل. اقعد بقى اقعد بقى عشان بتسجل. انا عايز فلوس. حاضر ادي يوسف وروح هات اللي انت عايزه. بس ما معيش. انا عايز بيبسي. ماشي روح هات. روح معاه شوف هتشتروا ايه. نكمل بقى. ده انا هرب سنجاب ولا ايه؟ ماشي انا هربانه منكم انا هربانه منكم. انا هجيب لعبه ياسين. روح طيب نكمل بقى معلش. النونة الحلو ده اسمه يونس ربنا يهديه. النقطة بقى اللي بعد كده اهم حاجة في بيت العيلة ماشي ان انا احاول اهم حاجة في بيت العيلة ان انا يعني اهم اتنين في موجودين في البيت هم حماتي وحماية، اتعامل معاهم. طيب تعالوا نتكلم على الحما اللي هي في عندنا نوعين، نوع متسلط ونوع غيور ماشي. الاتنين عايزين تعامل مختلف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حماتي متسلطة، عايزة رأيها اللي يمشي، عايزة بتقعد تتحكم معرفش ايه كده. طيب انا هعيش معاها في بيت واحد وهنزل معاها يوميا تمام، مفيش مجال ان انا اتعزل. فلو سمحتي ما تدخليش معاها في صدام في اي حاجة نهائي ماشي. خليها تتكلم زي ما هي عايزة مادام في نطاق بيتها تحت، يعني مش هتتحكم في بيتك فوق. بمعنى برضو يعني تحت انا عايزه اعمل كذا وسوي كذا ولا وانتي بتعملي ده كده ليه واعملي معرفش كذا وروحي هاتي كذا وانتوا عاملين في بيتكم ايه، وعماله بقى ايه يعني تدي اوامر وتدي اراء وتدي. لا مفيش مشكله خالص ان انا اسمعها واحسسها ان كلامها هو الصح ومعرفش ايه وحاضر. ليه بقى؟ لما بنيجي نرجع نتكلم مع الحموات اللي زي دول، هي بيكون مش هدفها التسلط قد ما هدفها ان انا مش عايزه يعني الامور تفلت من ايدي. انا طول عمري انا اللي ماسكه زمام الامور، طول عمري انا اللي حاسه بقيمه البيت ده وانا اللي عملته وانا اللي وقفته على رجله وانا. هتيجي واحده كده من الباب للطاق تخطف كل حاجه. فاهمين الاحساس ده؟ يعني هي كمان ما بتقول انا ما بيبقاش هدفي ان انا اتسلط ولا بيبقى في دماغي ولا اي حاجه خالص، بس انا بلاقي نفسي انا اعتبرت ان البنت اللي داخله دي جزء من العيله. انا دايما اللي بدير البيت وانا اللي شايفه كل امور البيت. طبعا ده في حاله ان الحما يعني مش موجود او وجوده زي عدمه او مش يعني المهم ان الست هي اللي مدايره البيت. وعلى فكره ساعات بيبقى الحما متسلط، هو في كل الاحوال الحاجتين انا بقول لك عليهم يعني. طيب التعامل مع الشخصيه دي ازاي؟ ان انا اسمعها، اقعدي اسمعيها واتكلمي معاها وخليها تحكي لك بقى عن تاريخها وعن امجادها وعن اللي كانت بتعمله. واو يا ماما وانا عايزه اتعلم منك وانتي والتيت والشريط ده مش اسمه نفاق على فكره. يعني لو هي كويسه معاكي، اصل برضه في نوعين، نوع كويس يعني هو متسلط بس كويس مش مؤذي، ونوع اجرك الله يعني لدعته والقبر، يعني هي بتبقى في وشك حلوه ومن ورا يعني في وش جوزك، في
يعرفش جوزك حبيبتي، واقعدي وتعالي واوعي تتعبي نفسك، واوعي واوعي واوعي، واول ما جوزك يمشي من هنا تلاقيها عماله تديكي في جنابك من هنا. الشخصيه دي برضو كمان ليها تعامل تاني هنقول لكم عليه. بس اهم حاجه انك تقعدي تحسسيها دايما ان هي الكل في الكل. اديها احساسها بالامان، ان هي مفيش حاجه طلعت من تحت ايديها، ان انا بحبك وبعزك ومعرفش ايه. طول ما انت قاعده معاها تحت، طلعت فوق في شقتك وهي عايزه تتحكم في اللي فيكي فوق في شقتك، برضو بنرجع لنقطتين: جوزي بيمشي ورا كلام امه، ولا جوزي ليه شخصيه بيمشي ورا كلام امه. فريحي دماغك، وقبل ما هي تتحكم فيكي من خلاله قولي لها: ايه رايك يا ماما، انا بفكر اغير الستاير، اجيبها حمراء ولا خضراء؟ وامشي بكلامها. ليه؟ علشان هي عايزاها حمراء وانت عايزاها خضراء، وقالت لجوزك انا عايزاها حمراء، فهيجيبها حمراء. فتكسبي بنطه معاها وايه، واعتبرها زي والدتك كده، وخدي شورتها في كل حاجه. تمام؟ ده في حاله برضو لو انا قاعده في بيت عيله، قاعده شكل واكله شاربه نايمه معاها. قاعده في بيتي وبنزل لها ساعتين، يبقى اقضي الساعتين واخد بعضي واطلع على بيتي فوق. طيب نتكلم في نقطه تانية. لو حما غيوره بقى، في حما غيوره بقى اللي هو ايه، تعدل عليكي او تحسسك انك انت مش كفء. بمعنى انت عامله طبق المسقعه ده كده ليه، ده انت لو دقتي ده انا، وتحسسك بقى يعني ايه، ان الاكل اللي بتعمله هي احلى بكتير من اللي بتعمله لك. جوزك نازل من على السلم مثلا: خد يا حبيبي انت وشك هفتان ليه، انت ما فطرتش ولا ايه، تعالى يا حبيبي ما افطرك، يا لهوي يجي اليوم اللي هتتجوز فيه وما تبقاش حلو كده. فاهمه بقى الشريط ده اللي هو مثلا تدخل شقتك: لا 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 ده الحته دي مش مظبوطه، لا اظبطي كده، ده معرفش ايه، اللي هي على طول تحسسك ان هي دايما في التوب واعلى منك. ماشي؟ بدون ما تقللي من نفسك، اعملي ايه؟ خليكي لبقه في الكلام، كلي بعقلها حلاوه. بمعنى هي دلوقتي انت عملتي في طبق مسقعه ودقت منه، قالت لك: يا ده طعمه وحش، ده انا انت ما بتعرفيش تطبخي وانا اللي بطبخ. قول لها: يا ماما هو انا اعرف اعمل حاجه من غيرك؟ يا سلام، ده انت الخير والبركه يا حبيبتي. خلاص المره الجايه لما اجي اعملها هبقى اخليكي تعملها لي عشان اقف اتعلم منك. تمام كده؟ واعملي زي ما انت عايزه في شقتك فوق، بس الكلمه الطيبه صدقه عشان تتقي شرها. مش تقعدي تقولي لها: ازاي ده انا حاطه لها تومه، ده انا عامله لها ايه، ده انا مسبكه لها ايه، لا والله لا. ماشي؟ طيب لقيتيها زادت فيها بقى، يعني انت مثلا حاولتي تكسبيها بالكلام لكن هي مصره تقل منك، يا تقتصريها يا تفضلي ماشيه معاها بالاسلوب ده، اللي هو انت تحسسيها ان انا بتعلم منك، ان انت خير والبركه، ان انت كل حاجه والله وما اعرفش ايه، من غير ما تقلي من نفسك برضو، يعني من غير ما تحسسيها ان انا ولا حاجه. ماشي؟ طيب النوع الغيور ده بقى كمان، يعني اياكي ثم اياكي انك انت تتغزلي في جوزك قدامها، هيبقى يومك اسود. يعني في حموات اجرك الله والله، لو الراجل نازلين خارجين مع بعض، تقول لي والله العظيم يا تغريد انها تنام في السرير عيانه عشان احنا خرجنا سوا، واما ارجع الاقيها مطفيه انوار الشقه كلها ومشغله قران كأن في عزا في البيت. هو للاسف لما يبقى في حموات بالطريقه دي بيبقى في مشكله كبيره من الغيره، وهي عندها احساس ان انت جيتي خطفتيها. ماشي؟ فبعد اذنك خلي جوزك يديها وقت، يعني لما جوزك ينزل تحت عندها سيبيه، ما تلحقهوش، ما تنزليش معاه تحت، خليه اعملي حاجه حلوه، قولي له انزل لماما تحت واقعد معاها شويه، خد ماما خرجها، هات لماما هديه. ليه؟ علشان احساس الغيره. انا نفسي بقعد افتكر اقول انا ربنا رزقني ب3 اولاد، هل انا دلوقتي لما تيجي واحده منهم يعني تخطفهم مني كده، هل انا هبقى قاعده مرتاحه؟ يعني انا نفسي بقعد اقول يا ربي انا هبقى حما كويسه ولا متسلطه ولا غيوره ولا الدنيا. وعايزه اقول لك ان الحما الغيوره دي غلبانه جدا جدا، يعني انا قابلت حموات غيوره وقعدت معاهم وقابلتهم، اغلب من الغلب اللي هو
انا مش عايزه اكتر من ان انت يعني ايه، ما تحسسنيش ان هي احسن مني، ما تحسسنيش ان هي طب تقول لكم امال هي جوزته ليه وبتاع ايه. نراعي المشاعر شويه يا جماعه. ادام هي مش بتسعى لخراب البيت، يعني حد غلبان وكويس لكن هي غيرتها بتغلب عليها وبتخليها تقول كلام ملوش لازمه، يعني خلاص. لكن في حموات والله ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم، ربنا يحفظهم، ربنا يرحم حماتي يا رب يا رب يا رب. والله العظيم كانت ونعمة الحموات، ونعمة الحموات والله العظيم. ولكن مش كل الحموات كده. فأنا برضو لما أجي أدخل أتجوز أبقى عندي علم ودراية، ولازم أبقى قارئة وفاهمة عن التعامل والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي في التعامل مع الناس، علشان ما ادخلش. وعلى فكرة ما اجيش انا دبش مع الناس وارمي طوب واقول انا كده ماشي، لا، اتعامل بالحسنى. طيب النقطة بقى بتاعت الخناقة بتاعت الصبح، اخدم امه ما اخدمش امه، ده امه عيانة، ده انا ما فيش حق، ده انا ما اعرفش ايه. احنا يا جماعة مش بنحسبها بالورقة والقلم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي حماتي كويسه معايا وبتتقي ربنا فيا وبما يرضي الله، وجوزي بيديني حقوقي وكويس وتعاملاتي معايا كويسه، انا يعني الاسئله دي اصلا ما ينفعش تسال. يعني ما ينفعش تسال هو انا اخدم اهل جوزي ولا ما اخدمهمش، هو انا وحماتي تعبانه اراعيها ولا ما اراعيهاش. الاسئله دي ما ينفعش تسال، لان اسئله يعني ملهاش، يعني العقل ما بيعرفش يرد عليها. ليه؟ لاني يعني اسماء، انت بقرا كومنتاتك بكون عايزه اضحك. ربنا يهديك يا اسماء. نسيتيني يا اسماء، انت وهايدي عمالين ترغوا على الحما وبتردوا على كلامي، وانا مش عارفه ارد عليكم دلوقتي. بعد ما اخلص اللايف ارد عليكم. الفكره بقى في ايه؟ الفكره اني انا لما اجي دلوقتي اقعد وخليني قاعده كده وحماتي تعبانه ومفيش حد هيخدمها، الصح هو الصح وفي الشرع ان الخدمه على الزوج. يعني الخدمه هو الزوج اللي يخدمها، ده شرع ربنا. بس الفضل والاحسان ان انا مادام هم كويسين معايا وبما يرضي الله بيرعوني، وبما يرضي الله زوجي بيقدرني، وبما يرضي الله حماتي يعني خليها كانت عقربه ولكن في يوم من الايام نامت ومحتاجه اللي يخدمها ماشي، فبالفضل وبالاحسان انا هراعيها. ليه؟ علشان انا يعني ده من وجهة نظري. يعني في ناس هتعترض وتقول لك لا ومعرفش ايه ويجيب لها ممرضة، وانا ايه اللي يخليني، ما انا عندي اولاد، ما انا عندي اطفال. والله صدقا ما في واحدة حماتها اذتها في حياتها وجت في اخر ايامها نامت ومحدش ساعدها غير اللي اذتها، الا والله بتقول لي تفضل تدعي لي دعاوي، وبعد ما تموت ربنا بيفتح عليا فتح كبير ورضا، وولادي ربنا بيهديهم. ويعني مش عايزه اقول لك الدنيا بتبقى عامله معانا ازاي ماشي. لكن في حموات بتبقى اذت، يعني الاذيه بتاعتها كبيره، اللي انا خلاص انا يعني انا نفسي مش قادره مش سامحه ان انا ارعاها. خلاص ليس عليكي اي ذنب ولا اسم ولا اي حاجه ان رفضتي انك انت تخدمي اهل الزوج في الوقت ده. وهو بقى براحته يخدمهم، يجيب لها ممرضه، يجيب لها حاجه، ولكن احنا بنتعامل مع بعض لان احنا عايشين مع بعض بالموده والرحمه والاحسان. هي ما لقيتش ده، ولكن انا لاقيه تقدير ومن زوجي، ولاقيه يعني وربنا حط في قلبي يعني رحمه وحنيه شويه، فربنا هيأجرك على ده. لكن ان احنا نقعد نسأل ده انا امي مثلا محتاجه دواء وعلاج وجوزي مش عايز يديني فلوس عشان اعالجها، او انا طب انا ما اعرفش ايه. يعني الزوج بيسأل مثلا اديها ولا ما اديهاش، ولا مثلا اخدم فلانه ولا ما اخدمهاش، ولا هو يقول وانا اشيل اهل مراتي ليه، ولا بحس ان ده كلكعه كده جوه البني ادمين ما فيهاش خير، يعني ما بتجيبش خير في الاخر. لان صدقوني احنا ما احنا في يوم من الايام هننام وهنعيا وهنمرض، نلاقي اللي يشيلنا، نلاقي اللي يخدمنا. وعايزين اقول لكم على حاجه، قدموا الخير والله هتجدوه اضعاف.
لو مش وجدتوه في الدنيا هتجدوه في الاخره، ولو مش وجدتوه في حياتكم يعني هتلاقوه في اولادكم. لكن للاسف بنات اللي طالعين الايام دي هم مش عندهم ادنى احساس بالمسؤوليه، هم ما عندهمش اصلا يعني او يعرفوا معنى الحياه الزوجيه وازاي نعيش حياه سويه مع بعض، ازاي ان احنا نفهم بعض، ازاي ان احنا ندرك المشاكل. لا لا لا، يعني الجيل اللي طالع ده كله عايز تاسيس من الالف للياء، لان المنظومه بتاعتهم كلها خربانه، راجل وست. تمام. فحقيقي يعني نتعامل مع بعض بالفضل والإحسان والمودة والرحمة قبل ما ناخد خطوات ان احنا نبقى اشرار. يعني انا ما عنديش مشكلة على فكرة، وكتير كتير لما بيجوني مثلا وبلاقيها مأذية اقول لها ابعدي ابعدي، ولو وصلت ان للانفصال انفصلي، مفيش مشكله ما دام انا وقع عليا اذى جسدي. عايزه اقول لكم ان في حما من الحموات علشان مش قادره تشوف ان مرات ابنها سعيده، والله يا بنتي راحت لشيخ وعملت لها عمل وبتاع، والبنت انا اعرفها شخصيا، واتأذت اذى جامد 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 من حماتها، وربنا صرف من عنده سبحانك يا رب، حد عمل لها ميه القران يعني ورقاها وكده ورجعت. فكانت الحما عامله لها حاجات على اكل وهي كلت منها. دول بقى يعني اجرك الله منهم، يعني ربنا يكفينا شرهم. انا مش هتكلم ازاي نتعامل معاهم لان ربنا هو اللي قادر يتصرف فيهم، ولكن بأشفق عليهم من كم الغيرة والتعلق بالمرضي بالابن اللي يخليها تعمل كده في مرات ابنها علشان خاطر ان هو ما يتجوزهاش. فأتمنى ان احنا لما نيجي نتجوز بما يرضي الله. اقرأوا في الفقه، واقرأوا في الدين، واقرأوا في السيرة، واقرأوا ازاي التعاملات، واقرأوا في كتب، واقرأوا واسمعوا اليوتيوب، واسمعوا التليجرام، واسمعوا الدنيا مليانة في طرق التعامل مع الآخر. ماشي، ما بقاش متحفزة، ما بقاش قاعدة على الكلمة، ما بقاش قاعدة مستنية قالت لي، بصت لي، عملت لي. والله التغافل ما في أحلى منه، التغافل في الحياة مع الأزواج ومع الحموات ما في أحلى منه، ولكن بدون ما أقلل مني ولا من كرامتي ولا من حياتي ولا من شخصيتي ولا من أي حاجة. أحط حدود، ولو لقيت إن الدنيا خلاص خربت، لا يبقى خلاص أنا أتعزل في بيتي وأشوف الدنيا ماشية إزاي. تمام. بيوت العيلة مش وحشة، بيوت العيلة لما وونس وحياة لطيفة وحياة جميلة لو احنا عايزينها كده، ونكد وقرف ومشاكل وخناق وخصام لو احنا عايزينها كده. فلك ما شئتي. بتقولي الغيرة دي طبع وبتظهر بعد الجواز. ما هي الغيرة هتظهر لا، هقول لك على حاجة يا هايدي، في غيرة من الحما بتظهر قبل الجواز، بس احنا اللي بنعمل نفسنا مش شايفين. وفي تحكمات من ام الزوج بتظهر قبل الزواج، بس احنا اللي بنعديها علشان الجوازه تمشي. وفي الاخر بيرجعوا يقولوا لي والله ده كان قبل الجواز، ده كانت بتعمل وبتعمل، انا ما اعرفش ازاي عدت لها المواقف دي، والله ده احنا قلنا يمكن ما اعرفش ايه. وفي مواقف ما بتبقاش تحكمات. فانا قبل الجواز اخد بالي كويس قوي من التصرفات. ما هو معنى كده يا هايدي ايه؟ ما معنى مثلا انا وهو اتفقنا على حاجه ماشي، وجه ببص تاني يوم لقيته بيكلمني في التليفون ومغير رايه. طب حضرتك غيرت رايك ليه؟ اقول لك عادي فكرت، خلاص ماشي. طب ماشي، انا بتكلم مع مامته فلقيت مامته بتقترح عليا اقتراح، وبعد شويه لقيته هو اقترح عليا نفس الاقتراح. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو متذبذب، بيمشي شويه يعني في حد بيتحكم فيه، مش مفيش راي من الدماغ. طيب ببدا احط النقطه دي تحت الميكروسكوب واشوف وما عديش، عشان لو النقطه دي انا مش قادره اتعامل معاها بعد الجواز، لو سمحتي ما تتجوزيش، ابعدي. بس بكل بساطه. يعني لما واحده تيجي تقول لي انا كان المفروض يجي لي النهارده
لا، ومامته قالت له لا ما تروحش، اصل احنا ما اعرفش رايحين مع اختك ما اعرفش فين. وفي حموات من كتر الغيره وهي بتشتري الشبكه تخلي جوزها يشتري لها حاجه ذهب. ماشي يا ستي، خليها جبران خاطر. ماشي. عايزه اقول لك ان في حما من الحموات وهي بتشتري عفش البيت اشترت سفره جديده واوضه نوم جديده واشترت معرفش ايه، علشان ازاي تبقى هي فوق عامله وانا ما عنديش. ما دي نوع من انواع الغيره، بس غيره مش بتجيب مشاكل. فاهمه؟ يعني غيره بس يمكن محموده مثلا، خليها، وساعتها احنا نبقى حبايب مع بعضينا ونتكلم مع بعضينا. تمام. انا بس اللي عايزه اتكلم معاكم فيه ان احنا زي ما قلت لكم ما نتعاملش بالورقه والقلم وحقي وحقك وما اعرفش ايه. امتى نتعامل مع بعض بالورقه والقلم؟ لما سيادته ما يقدرنيش، لما سيادته يجي عليا علشان خاطر اهله، لما سيادته ما يدينيش حقوقي او يقدرني او يقول لي او يعمل لي، لما سيادته يحط عليا ويهزقني قدام سلفتي ويهزقني قدام حماتي علشان خاطر يبان ان هو راجل وسيد عشان خاطر يرضيهم. ساعتها بقى انا اتصرف بالورقه والقلم. وساعتها ان انا حته ان انا لا معلش انا هاجي على نفسي علشان خاطر الحياه تمشي وعشان ما اعرفش ايه، والاقي نفسي محطوط عليا من سلفتي ومن حماتي ومن جوزي ومن حماية وما اعرفش، لا ساعتها بقى نعمل وقفه ستوب بقى لغايه هنا. وساعتها هتعزل غصب عن عين اي حد، ولو ما ينفعش ان انا اتعزل فخلاص نعمل قعده وامسكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. لكن الحياه اللي من غير تعاملات وموده ورحمه مش هتمشي. وما ينفعش انا اقدم الموده والرحمه وما القاش الموده والرحمه، وما ينفعش هو يديني الموده والرحمه وما يلقاش مني موده ورحمه. تمام. ف الغيره دي بص يا هايدي سبحانك يا رب، هو لو يتيم هتلاقي في حد لازم ينغص الدنيا الا لو ربنا كرمك بقى بحد مقطوع من شجره. ربنا يا رب يصلح الحال ويرزق البنات بحموات فضليات ورجال يعني يتقوا ربنا فيهم. مش هقول اكتر من كده. انا لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال انا معاكم. انا برضو مش عايزه اطول عليكم علشان كتاكيتي الحلوين بيلعبوا ورا والله اعلم هيبهدلوا الدنيا ويعملوا ايه. كان في حد كاتب سؤال. طيب انهي بقى اللايف على كده، ولو في اي استفسار اكتبوه في الكومنت، واتمنى انك انتوا تكونوا استفدتوا. يعني انا قلت بصراحه دردشه يعني اكتر ما هو كلام علمي مجعلص كده بتاع الكتب ده. حبيت تكون دردشه خفيفه يعني. وان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم. اهم حاجه الخناقات الفيسبوكيه دي يعني ما ناخدهاش على محمل الجد. يعني خلينا عايشين في حياتنا. هي مشكله الفيسبوك ان احنا بقينا نقارن حياتنا بالحكاوي اللي بنشوفها، وبنقارن حياتنا بالقصص اللي بنشوفها، وبنقارن حياتنا بالصور اللي بنشوفها على الانستجرام وبنشوفها على الفيسبوك، وبنقارن في المقارنات دي اصلا لوحدها. ما هي لو بتغيري عالجها زي ما انا قلت يا هايدي، الغيره بتاعت الحما علاجها تاكلي عقلها حلاوه، ملهاش حل الا كده. تحسسيها ان هي ملكه. يا اختي نازله الصبح صباح الخير يا ماما، وشك ولا القمر، ايه الحلاوه دي يا اختي، وشك منور، ربنا يبارك فيك يا رب ويصلح حالك، كل ما بشوفك قلبي بيتشرح. هي كده يعني، كله بعقله حل. عايزه اقول لك كان في واحده يعني قلت لها تتعامل كده مع حماتها. والله العظيم عايزه اقول لكم ان هي يعني بتقول لي انا ما بقتش مصدقه قد ايه هي بتبقى مبسوطه، بقت تحب وجودي، بقت تحب ان انا اقعد معاها على الرغم ان هي ما كانتش بتحبها. كل ما عليها حلاوه مش اكتر من كده.
بصي يا اسماء، مهما تعملي لهم مخهم وحش وطبعهم وحش وهم طبعهم صعب، ما احنا قلنا برضو احنا اتعاملنا بما يرضي الله ولقينا معامله سيئه، اخد بعضي واقعد في بيتي. يا اما مطلوب مني ان انا انزل يوميا، يبقى انزل اخلص شغل بيتي واخلص تحت يعني عند حماتي واعمل واسوي معاها واخد بعضي واطلع على شقتي. بس لا انا مش عايشه معاها في بيت واحد ولكن بروح لها يوميا، خلاص ما فيش مشكله، اروح لها يوميا ساعتين 3 4 واقضي مصلحتي وامشي. بس احنا بنتعامل بما يقدمه لنا الاخر، ولكن انا في البدايه بقدم الاحسان والفضل والموده والرحمه، وبجرب الطريقه دي وبجرب الطريقه دي ومن غير ما تسحل، من غير ما تسحل معاهم، ماشي. بس في بقى مشكله جاتني بتقول لي ايه، ده انا حماتي بتفضل سلفتي عليا وانا ولا كاني موجوده، ومهما اعمل لها ومهما اسوي لها ومهما، انا مش عايزاكي مهما بقى، انت القلوب بين ايد الرحمن بيقلبها كيف ما يشاء، حبتك اهلا وسهلا، ما حبتكيش اهلا وسهلا. هي بتفضل سلفتك عليكي وانت مش، ما سلفتك هيبقى محطوط عليها، يعني هي بتفضل سلفتك فهتخلي سلفتك هي اللي تطبخ وهي بتطبخ وهي اللي بتمسح وهي اللي بتروق الشقه، صح؟ صح. طيب انا بقى ما بتطلبش مني حاجه وما بتحبش تاكل من ايدي، خير وبركه، وفرت عليا مجهود، هزحم انا نفسي ليه وادخل بايدي ودراعي عشان اطبخ وعشان اعمل وعشان اسوي؟ يعني ايه الفكره؟ عشان اكسب ودها وتقول واو تغريد انت شاطره برافو عليكي؟ يا اختي بلاها خدمه. اتعاملوا باللي هم يقدموه، يعني هي قدمت لي الموده والرحمه اهلا وسهلا، فضلت سلفتي عليا وبيقعدوا يحكوا ويتسامروا سوا، ماما انا خلصت اللي ورايا حبيبتي، محتاجه مني حاجه؟ واخد بعضي واطلع على شقتي، اخد لي شاور واقعد واعمل لي كوبايه نسكافيه وارتاح. بتهري وتنكتي في نفسك ليه ان هم قاعدين بيتسامروا تحت؟ بركه يا جامع، اقعدي في شقتك وريحي دماغك وافتحي الفيسبوك بتاعك واقراي حاجه وتعلمي حاجه جديده لنفسك وسيبيكي من القيل والقال والغيبه والنميمه. قالت لك لا ما تعمليش اكل اصل سلفتك اكلها احسن منك، طب يا ماما ربنا يبقى. وتعاملي ببرود. ايه المشكله؟ يعني انا بحس ان التعامل مع الاشخاص اللي زي دي ببرود احسن مليون مره من ان انا اقعد بقى يا سلام بقى لما واحده تمسك دماغ جوزها بقى وتقعد تقول له ده سلفتك او مرات اخوك عملت وامك عملت وما اعرفش ما بتحبش تاكل من ايدي ليه، هو انا يا اخويا هحط لها سم فيه وانا ما اعرفش ايه وانا ايه، وتفضل بسمع بقى الحكاوي البنات اللي بتيجي تتكلم معايا. يا ستي خير وبركه، يعني شالت من عنك هم، انت عايزه الهم ليه؟ ما تنزلي اعملي اللي مطلوب منك وروحي واطلعي على شقتك فوق. وصدقوني طيب انا هنهي بقى معاكم اللايف عشان شكل الولاد خربوا الدنيا. مبسوطه جدا بالشويه الرغي اللي انا رغيتهم معاكم دول. اشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.